ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وتقريبا كلنا بنعاني منه. ان ليه وقت العصبية بننسى كل اللي اتعلمناه عن التربية الإيجابية. هتكلم النهاردة عن لحظة محددة جدا، لحظة كل الأمهات جربتها، حتى الأم اللي قرت وسمعت وخدت كورسات وبتتابع صفحات التربية الإيجابية وبتحفظ جمل من نوعية انزلي لمستوى الطفل وتنفسي واعملي احتواء وان الطفل ما بيقصدش. اللحظة دي هي لحظة أصلا العصبية، اللحظة اللي فجأة كل ده بيختفي، كأن حد مسح الهارد ده من دماغك، كأن كل اللي اتعلمناه اتشال من دماغنا. وفي اللحظة دي بنبقى احنا مش احنا، بنلاقي نفسنا بنزعق وبنهدد وبنقول كلام عمرنا ما كنا متخيلين ان احنا هنقوله، او حتى نسكت بس من جوه احنا مولعين. وبعد ما اللحظة تخلص، بعد ما الطفل يهدى او ينام ويبعد عننا، نرجع احنا نبدأ نجلد نفسنا. وازاي عملت كده؟ هل انا فشلت؟ انا ام مش كويسة؟ كل اللي اتعلمته راح فين؟ فلو مهتمة كملي الفيديو لغاية الاخر وهاتي المشروب بتاعك عشان تتسلي، ويلا نبدأ. خليني اقولك انك مش ام وحشة ولا ام فاشلة. انتي مش بتكدبي على نفسك لما بتقولي انك عايزة تربي صح. انتي انسانة وتعبانة، والعصبية مش بيبقى دليل ان التربية الايجابية في حد ذاتها فشلت. العصبية بيبقى دليل على ان جهازك العصبي ده دخل وضع الطوارئ. في اللحظة دي مخك مش شغال بالمنطق ولا بالمعلومات، مخك شغال بالغريزة، اللي هو انا عايزة افضل موجودة، غريزة البقاء. وهنا هنتكلم عن جزء مهم جدا، اللي هو بتحسي فيه انك مهددة. ساعات بننسى ان الام دي مش آلة، مش بروبوت اللي هي متبرمجة ويطلع منها رد فعل مثالي طول الوقت. الام دي بني ادم عندها طاقة وحدود ونقطة بتوصل عندها فبتنفجر. وقت العصبية الطفل بيبقى بيعمل حاجة بسيطة جدا من بره، بيرمي حاجة، بيعاند، بيصرخ، بيكرر الطلب اكتر من مرة، او حتى بس انه بيزن. لكن اللي بيحصل جوه الام بيكون اكبر بكتير جدا، وده اللي الناس لازم تكون فاهماه. الطفل بتحس كأنه لمس حاجة جواها، لمس تعبها، لمس قلة نومها، لمس ضغطها، لمس شعورها ان هي لوحدها، احساسها انها مش مسموعة، خوفها ان هي تطلع ام مش كويسة زي ما كانت متخيلة. عشان كده العصبية غالبا مش بسبب التصرف اللي ابنك عمله، هو بسبب تراكمات جواكي. احنا بنطلب من نفسنا اننا نفضل هادين في وقت احنا محدش اصلا شايفنا، محدش شايف ان احنا بنصحى بدري، محدش شايف ان احنا بنشيل وبننظف وبنطبخ وبنفكر وبنخطط وبنخاف على الطفل. والطفل من غير قصد بيبقى القشة اللي قسمت ظهر البعير. في اللحظة دي التربية الإيجابية بتقع، مش لأنها غلط، لكن لأنها محتاجة تنظيم داخلي مش موجود وقتها. زي واحد غرقان، مش هينفع نقوله عوم صح، لا، الأول لازم يطلع ياخد نفسه على البر. فخليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها، هو إن التربية الإيجابية مش بتطبق وقت العصبية. التربية الإيجابية بتطبق قبل العصبية وبعد العصبية. خليني بقى بقولك على أخطر 10 ثواني في اليوم كله. أول 10 ثواني لما العصبية بتضرب جواكي، اللحظة اللي ابنك بيعمل فيها تصرف يطلعك عن شعورك، اللحظة اللي بتحسي فيها انك خلاص على الاخر، وان اي كلمة هتطلع هتكوني ندمان عليها بعدين. ال10 ثواني دول مش مطلوب فيهم تربية ايجابية اطلاقا، ولا تعليم ولا شرح ولا حتى ردة فعل مثالي. المطلوب فيهم حاجة واحدة بس، انك ما تأذيش نفسك او تأذي ابنك. اول ثانية انك تلاحظي الاشارة، جسمك دايما بيحذرك قبل ما بتيجي تنفجري. يعني تحسي ان صدرك اتشد جامد، تحسي ان انت دماغك بتولع، صوتك هيبتدي يعلى، ايدك بتتشد، ودي مش علامات الضعف، دي انذارات جسمك بيديهالك. تاني وتالت ثانية بتبقي واقفة واعية وعارفة انت بتعملي ايه، حتى لو كان ثانية واحدة بس منهم. فما تتردديش ابدا وما تبرريش، واوعي تعاقبيه، بس وقفيه. رابع وخامس ثانية في نفس واحد بس، مش تمارين اليوجا اللي احنا متعودين عليها، لا، هو نفس واحد بس حقيقي، انك تبلعي ريقك وتاخدي نفسك بس. كل ده احنا بنتكلم عن بس اول 10 ثواني. انتي متخيلة؟ سادس وسابع ثانية هي الجملة اللي هنسميها مثلا جملة الطوارئ، الجملة اللي متفقين عليها مع نفسنا.
ان انا استنى، وان انا كفاية، وان انا محتاجة بس 10 ثواني افكر فيهم. اعملي كده بدل ما تعملي حاجة ترجعي تندمي تاني عليها. اخر كام ثانية انك تاخدي قرار، يا اما اكمل الوقفة وانا متعصبة، يا اما اأجل العصبية دي، اأجل الموقف نفسه، مش اأجل الضعف اللي جوايا. الضعف اللي جواكي ده غصب عنك، انت متعصبة، ده بقى الوعي نفسه. اخر ثانية خالص هتعدي عليكي وهو الخروج الامن، انك تخرجي بكلام مش بسكوت او مش بحركة عصبية منك، من غير ما تصرخي، من غير ما تهيني ابنك. ال10 ثواني دول لو عدوا بسلام الموقف كله غالبا هيعدي، حتى لو المشكلة نفسها ما اتحلتش. ال10 ثواني دول كل مرة انت مش هتفتكري تعملي كده، بس خليكي حافظة حاجة واحدة بس من كل اللي احنا قلناه، انك بس اول ما يحصل الموقف 10 ثواني بس ما تتكلميش وما تاخديش اي ردة فعل. انا متأكدة ان بنسبة 99% انت مش هتاخدي قرار تندمي عليه. 99% ان لو ابنك بيعمل المصيبة قدامك انك تمنعيه، انك تشديه بس في مكانه، من غير غباء، من غير ما تضربيه، من غير ما تهينيه، بس تشديه من مكانه وتسكتي. على الاقل انت مش تكسري حاجة جوه ابنك ولا جواكي. فعايزة اقولك حاجة مهمة قوي، انت مش فاشلة لو نسيتي الخطوات دي اصلا، انت لسه بتتدربي، وكل مرة بتيجي في بالك ثانية زيادة قبل ما تتعصبي دي خطوة نجاح، انك توقفي حتى لو 5 ثواني قبل العصبية. لما تهتمي بنفسك، لما تاكلي، لما تنامي، لما تطلعي الغضب كله المكبوت جواكي، لما تعترفي انك محتاجة مساعدة بعد العصبية، لما ترجعي تصلحي، لما تعترفي لابنك انك غلطتي لما تعصبتي، لما تقولي له انا عصبت عليك بس ده مش ذنبك انت. وده بجد في حد ذاته تربية ايجابية. احنا اتعلمنا غلط ان الام الصح هي الام اللي ما بتغلطش، لكن الحقيقة ان الام الصح هي الام اللي بتغلط وبتصلح. طفلك مش محتاج ام كاملة، مش محتاج غير ام حقيقية تشوفه وتشوف نفسها وقت العصبية. لما تحسي انك خلاص مش قادرة، بدل ما تقولي لنفسك اهدي، قولي لنفسك انا وصلت لوحدي. وده مش عيب، العصبية مش معناها انك فاشلة، العصبية دي رسالة بتقولك ان انتي في احتياج، ان انتي عندك ضغط جامد جدا، انك عليكي حمل تقيل. والطفل مهما كان صغير بيتعلم مش من مثالية ردة فعلك، ولكن من صدقك، انك تعرفي تعترفي، انك تصلحي، وانك تحاولي مرة كمان. لو النهاردة اتعصبت وزعقت وندمتي، ده معناه ان عندك ضمير حي، وده معناه انك ام بتحب. التربية الإيجابية مش خط مستقيم، هي طريق فيه متطلبات وفي وقفات وبرضه هتقومي. واكتر حاجة محتاجين نتعلمها كأمهات مش ازاي نتحكم في الطفل، لكن ازاي نكون رحماء بنفسنا، لان الام اللي بترحم نفسها بتعرف ترحم طفلها. ولو الكلام ده لمسك، افتكري انك مش لوحدك، وانك كفاية حتى في لحظات ضعفك. خلينا نكون واقعيين شوية، لان الكلام الحلو لوحده ما بيبقاش كفاية. والسؤال اللي كل ام هتسأله، طب اعمل ايه لما اتعصب؟ مش لما اكون هادية وبسمع بودكاست، لا، لما اكون في نص الموقف ودمي بيغلي وعلى اخري. اول حل عملي مهم جدا، فكرة انك تقفي ليكي انتي مش للطفل. يعني احنا دايما بنسمع عن التايم اوت للطفل، بس الحقيقة ان الام هي اللي محتاجة تايم اوت. يعني ايه؟ يعني اول ما تحسي ان صوتك بيعلى او صدرك ضيق او دماغك بتسخن، خدي قرار واوعي انك توقفي حتى لو ثانية واحدة. مش لازم تمشي وتسيبيه لوحده، لكن ممكن تكوني بصوت واضح وانتي ماسكة نفسك على الاخر ان ماما محتاجة دقيقة تهدى. حتى لو ابنك كنت شايفة ان هو صغير، حتى لو شايفة انه مش مستوعب منك الطريقة اللي انتي بتتكلمي بيها، فالمرة والتانية والتالتة خلاص ابنك اتعلم. ابنك بيتعلم بسرعة جدا، زي ما انتي بتعلميه ان دي اسمها مية، مرة التانية التالتة عارف ان هي اسمها مية. فلو قلت له كده ان ماما محتاجة تهدى، محتاجة دقيقة، التانية التالتة هتلاقيه فعلا اتعلم وابتدى يسكت لما انتي تقولي له كده. يعني زي مثلا ابنك بيشدك من هدومك وانتي في المطبخ، وكل ما تقولي استنى يزن اكتر ويصرخ. في اللحظة دي بدل ما تكتمي بقى وتنفجري، قولي له انا متعصبة دلوقتي، استنى ثواني وبعد كده هنشوف انت عايز ايه. حتى لو ما فهمش الكلام كله، نبرة الصوت نفسها بتفرق وبتديكي فرصة ان انتي ما تنفجريش وتندمي بعد كده. حاجة تانية، انك ممكن تتنفسي، يعني مش الحاجات المثالية، لكن احنا دايما بنسمع كلمة خدي نفس عميق، بس وانتي متعصبة الكلام ده بيبقى مستفز، فخلينا نعمله بشكل ابسط شوية. يعني انك تتنفسي وتعدي 1 2 3 وتخرجي 1 2 3،
مرة او 2 بس. على فكرة انك تعملي كده الكلام ده بقى مش اللي هو ده الناس الفاضية، انتوا متعرفوش احنا بنبقى متعصبين ده بنعمل ايه، ده ابني بيعمل مش عارف ايه. ابنك زيه زي اي طفل، وبيخرب وبيعمل كوارث ومش عارف ايه زيه زي اي طفل. اتعلمي الحاجات العلمية اللي اثبتت نجاحات، اتعلميها. ما تقوليش ان هي مستحيل عليك او ان الطريقة دي ما بتظبطش معاكي لانك مختلفة. الطرق والحاجات دي عملوها لناس ما قدرتش تمسك نفسها من العصبية. انتي تقدري تمسكي نفسك من العصبيه لما بتقعدي مع ناس مهمه وخلاص وعلى اخرك ومتضايقه، بتعرفي تمسكي نفسك. اذا انتي مش مريضه يعني. فخليكي فاهمه ان الحاجات دي عمليه، اعمليها، جربي، قولي انا هدي نفسي الفرصه. انتي خليكي شايفه ان ولادك وكل حاجه اهم من ان انتي تتعصبي او تعملي موقف تندمي عليه. مش عايزين نخسر عيالنا، مش عايزين يكون ليهم حد تاني غيرنا. انا مقولكيش انك مطلوب منك انك تهدي 100%، المطلوب بس انك تنزلي درجة واحدة بس من العصبية بتاعتك. يعني ابني طب كسر حاجة او كب الاكل على الارض، اول رد فعل بيجي عندنا ان احنا بنصوت. مش هقولك ان انا بعملش كده، لا كنت بعمل كده جدا، بس قبل بقى ما صوتك يطلع اعملي انك تاخدي نفسك بس. مجرد هيبقى كام 3 ثواني بتاخدي نفسك، 4 ثواني بتخرجي النفس اللي انت خدتيه. انت كده قعدتي 7 ثواني العصبية خلاص راحت منك. غالبا هتلاقي نفسك زعقتي اقل او مسكتي نفسك على اخر لحظة كده يعني. طب انا ببقى متعصبه وعايزه بقى اقول كلام ومش عارف ايه، ممكن تحفظي جمله واحده بس تقوليها ان انت هتخرجي بيها عصبيتك، وفي نفس الوقت هي مش هتاثر على ابنك بالسلب، بس ما تقوليهاش وانت بتزعقي. يعني اختاري جمله واحده بس تستخدميها لما تكوني متعصبه، بس اهم حاجه اهم حاجه ما تكونش بتهيني ابنك او بتزعقي، اللي هو صوتك يبقى عالي وانت تقوليها. قولي مثلا انا مش قادره دلوقتي، او استنى شويه، او كفايه، بنفس الطريقه اللي انا بتكلم بيها دي. انت ولا اتعصبتي ولا هنتي ولا قلتي له كلام ما ينفعش يتقال. الجمله دي هتبقى عامله زي زرار امان ليكي كده. يعني بدل ما تقولي انت دايما بتعمل كده، ممكن تقولي كفايه، يعني وقف خلاص كده، وتسكتي وتمسكي نفسك على قد ما تقدري انك ما تقوليش الكلام السلبي ليه. السكوت اوقات كتير بيبقى ارحب من كلام احنا بنقعد نندم عليه وبنأثر بيه على عيالنا. في حل كمان، انك تفرغي العصبية بعد ما الموقف ده يخلص. يعني لو اتعصبتي وسكتي، العصبية احيانا بتكون جواكي ماشي، فانت لازم تطلعيها. ازاي بقى؟ امشي شوية. لو انت مثلا عندك تراكمات وعندك مشاكل كتير، وبقى جت في اتفه سبب ان ابنك مش عارف ده لاقيه على الارض، فانت خلاص بقى جبتي اخرك من خلاص تعبتي في الشقة وعملتيها وفي حاجة خلاص خربت فيها. انا شايفة يعني من وجهة نظري ان مفيش مشكلة لو عيطتي، بس طبعا مش قدام عيالك. ادخلي مثلا اغسلي وشك او بتاع، طلعي كل الطاقة بتاعتك بالطريقة اللي انت شايفة ان هي ممكن تكون هي دي اللي هتفرغ عنك. اتكلمي مع حد، اكتبي. انا كتير جدا لما بكتب كل اللي جوايا في ورقة انا بحس ان انا فضفضت جدا، اتكلمت وعملت كل اللي نفسي فيه. انت عارفة حتى لو اتكلمتي مع دماغك، يعني ادخلي اغسلي مواعين، انا بفرغ كل طاقتي وقت غسيل المواعين، انا بطلع كل الطاقة السلبية في الوقت ده. يعني بعد ما ابنك ينام، بدل ما تقعدي تلومي في نفسك، قولي لنفسك ان انا تعبت جدا النهارده، اعترفي، لان انت اما بتعترفي بالتعب بتاعك انت كده بترتاحي. وهقول لك حاجه اهم من كل الحلول دي، ان انت تصلحي بعد ما بتتعصبي. يعني هو ده بقى جوهر التربيه الايجابيه، مش انك ما تغلطيش، لكن انك تصلحي لو غلطتي. يعني ممكن تروحي لابنك بعد ما يهدى وتقعدي معاه وتقولي له معلش ماما، ما تقفيش بس وتكلميه انت واقفه وتروحي ماشيه، لا اقعدي معاه. ماما اتعصبت معلش وزعقت، انا عارفه ان ده غلط، ما كنتش ينفع اعمل كده، انا كنت متعصبه وما كانش المفروض ان انا ازعق لك. ما تقوليش عشان انت عصبتني فانا عملت كذا، لا، لان ده مش المنطقي ان لما حد يعمل حاجه غلط ان انا ازعق له واهينه. ده مش منطقي جدا. انت نفسك تتضايقي انك لو غصب عنك عملتي حاجه انت ما تعرفيش انها غلط، وحد من وراك يجي يخضك وزعق لك وعمل لك كل حاجه. مش منطقي انك تزعقي، المنطقي انك تفهمني. فلازم تفهميه ان انا ما كانش المفروض ان انا ازعق لك. الجمله دي مش هتقلل منك، بالعكس بتعلم ابنك ان هو كمان يعتذر لو عمل حاجه غلط، وان هو يتحمل المسؤوليه ويتحمل نتيجه لو هو عمل حاجه غلط يروح يعتذر عنها. كمان انت لازم تقللي التوقعات من نفسك. يعني احنا ساعات بنتعصب لاننا متوقعين من نفسنا ان احنا هنكون مثاليين، ان الطفل هيسمع كلامي من اول مره، وان اليوم النهارده هيعدي من غير مشاكل. ده طبعا حاجه مش واقعيه. يعني مثلا ابنك افترضنا عنده 2 سنين، طبيعي بيعند وبيكرر الغلط وبيتعبك. العصبيه هنا بقى بتبقى اقل لما تقولي ان ده سنه وهو كده مش قليل الادب. طيب انت المفروض تتغذي قبل ما تغذي ابنك، وعلى فكرة دي مش رفاهية خالص، وعلميا مش رفاهية اطلاقا. يعني انت جعانة تعبانة مش نايمة كويس، طبعا هتبقي ام بتتعصب اسرع من اي ام تانية.
يعني لو حسيتي ان عصبيتك بتزيد قبل مثلا ما بتاكلي الصبح مثلا بدري جدا، او قبل ما تعملي الغدا، دي بتبقى مشكلة مش في التربية، دي مشكلة جوع. فاهتم بنفسك عشان تقدري تهتمي بابنك. واخيرا عايزة اقولك حاجة مهمة جدا جدا جدا، مفيش ام هادية طول الوقت، مستحيل. مفيش تربية ايجابية هي كاملة بنسبة 100%، لا. حتى مدربين التربية الإيجابية هم نفسهم بيقولوا إن هم بيجي عليهم وقت بيتعصبوا بيبقى على آخرهم. ده طبيعة بشر، إنك تكوني غصب عنك اتضغطتي، غصب عنك عندك مشكلة كبيرة، كل الحاجات جاية في وقتها مع بعضيها، انتي خلاص ما عندكيش طاقة. فحتى اللي دارس وحتى اللي بيعلمنا التربية الإيجابية بيجي عليه وقت غصب عنه. بس الفكرة إن يكون بيعرف يصلح، الفكرة إن يكون بدل ما بيتعصب كل يوم بيمسك نفسه 100 مرة وبيتعصب مرة واحدة بس. خليكي انتي ام مختلفة، خليكي دايما بتحاولي، خليكي دايما تكوني واعية، خلي دايما يكون عندك نية حلوة. لو في كل مرة بتعصبي بترجعي تاني تصلحي اللي انت عملتيه، ابنك ان هيتعلم ان مشاعرك دي مش عيب، وان العصبية يعني هي مش اخر الدنيا، وان الغلط ده مش اخر العالم، وان الحب اكبر بكتير من اي عصبية، وانت كفاية وانت بتحاولي، وده لوحده انجاز. لو عجبك الفيديو وصلتي لغاية هنا متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي بننزلها، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.